هو ليه بيحصل ضيق في القناة العصبية في كبار السن؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، القناة العصبية دي اللي بيمشي فيها النخاع الشوكي والأعصاب. ومع تقدم السن بيحصل طبيعي تآكل في الغضاريف، فيبتدي يحصل لها انزلاقات متعددة صغيرة فبتضيق القناة. والتآكل مع السن بيخلي يحصل تكوينات عظام جديدة جوه القناة العصبية فبتضيق المسافة. وكمان الضغط على المفاصل على طول بتخليها تكبر، والأربطة اللي ما بين الفقرات الحاجة اسمها ليجامنتم فلافم بتزيد، بتتخن مع الوقت، فبالتالي ده كله بيقلل المساحة اللي النخاع الشوكي بيتحرك فيها. فهل ده طبيعي؟ ده طبيعي. ايه بقى مش طبيعي؟ ان الضيق ده يأثر على الوظيفة بتاع المريض، فبالتالي يبقى عنده ألم مزمن في الظهر مش قادر يتعافى منه، او عنده مشكلة في الأعصاب، او دايما مش قادر يمشي مسافات طويلة. لو حد من الأعراض اللي بتوحي ان ده عنده ضيق مرضي في القناة العصبية، يبقى محتاج نفحصه ونعمل الفحوصات اللازمة عشان نشخصه، وبناء عليها نحدد ايه العلاج المناسب ليه، ما بين العلاج تحفظي أو علاج طبيعي أو حقن أو تردد حراري أو حتى جراحة توسيع القناة العصبية. وده كله بناء على الأعراض والسن وقدرة المريض على أن هو يمارس حياته بصورة طبيعية.